الحمد لله بجد والله العظيم الحمد لله يا جدعان. الشوط التاني كان رعب. الشوط التاني ده ما كانش شوط كوره، ده كان فيلم رعب. الحمد لله احنا كده كسبنا وتأهلنا اول، يعني كده كده تأهلنا اول. حتى لو ماتش انجولا اللي جاي خسرناه وجنوب افريقيا كسبت هيبقى احنا 6 وهم 6، فاحنا كده كده اللي هنتأهل اول برضه. ففي كل السيناريوهات احنا هنتأهل اول، هنكمل في نفس المدينه اللي احنا بنلعب فيها، هنلاعب فرقه هي طالعه تالت المجموعه. بصراحه انا مبسوط الحمد لله. فكره ان احنا نتأهل اول دي كانت مهمه جدا. ماتش جنوب افريقيا ده كان اكتر ماتش لحد دلوقتي في البطوله دي انا كنت شايل همه، عشان اسلوب لعبهم رخم. اسلوب لعبهم يعني اسلوب لعبهم اكتر اسلوب لعب اللعيب المصري بيكره نفسه وهو بيلعب ضده. في البدايه كده احلى حاجه في الماتش كانت الجماهير يا جماعه. احلى حاجه في الماتش كانت الجماهير المغربيه. والله العظيم احنا لو بنلعب في مصر، والله العظيم لو بنلعب في مصر ما كان هيبقى التشجيع كده. احنا لما بنروح نلعب، انا حضرت بنفسي اخر ماتش في استاد القاهره، ما كانش في جماهير اصلا، والناس اللي قاعده ما كانتش بتشجع. احنا لو كنا بنلعب عندنا في مصر ما كانش الجماهير هتبقى بالحلاوه اللي شفناها النهارده دي. ودي حاجه بسطاني ان احنا هنكمل في المدينه دي، احنا هنكمل في اجادير للماتش الجاي كمان ان شاء الله. تاني حاجه عايز اتكلم عنها هو طبعا كابتن حسام حسن. انا توقعت حاجات كتير قوي مميزات من كابتن حسام حسن، سواء بقى الشخصيه، الحماس، الروح، الاداء العالي، ان هو شخص بيكره الخساره، ان هو اصلا في حد ذاته ايكون او اسطوره مصريه، عنده خبره في بطوله افريقيا، هو لعيب خدها اكتر من مره، كان الهداف في سنه 98. بس انا الصراحه بقى ما عنديش اي ثقه تكتيكيه في حسام حسن من ساعه ما مسك المنتخب. يعني مستحيل تقول لي ان هو احنا داخلين الماتش ده حسام حسن لعب ماتش تكتيكي وعالمي وبتاع. لا، انا النهارده حسام حسن فاجئني. انا متوقعتش منه كده، بس هو عمل ماتش تكتيكي حلو جدا، حلو جدا على جنوب افريقيا. احنا فعلا كنا عاملين شوط اول تاريخي على جنوب افريقيا، اداء حلو جدا. انت ضاغطهم، ما مش عارفين يخرجوا بالهجمه اصلا صح. يعني انا كان خوفي قبل الماتش، وقعدت اتكلم عنه. خوفي ازاي احنا اللي هنخرج بالهجمه قدام جنوب افريقيا؟ احنا اللي ما كناش عارفين نخرجهم بالهجمه. احنا مقفل عليهم. انت كنت واقف في الملعب حلو قوي مظبوط، لدرجه ان لعيبه جنوب افريقيا ما كانش عندهم حلول كتير قوي والكره في رجليهم اصلا. كان عندي حاجه واحده بس كنت عايز اقولها في الشوط الاول قبل طبعا الجون، وهي ان الناحيه الشمال بتاعتنا وحشه قوي. الناحيه الشمال بتاعتنا وحشه قوي لما بنطلع بالهجمه من عليها يا جماعه. محمد حمدي وتريزيجيه وحشين بصراحه. يعني بصراحه انا بحب تريزيجيه جدا، بس فعلا الناحيه الشمال بتاعتنا ضعيفه. محمد حمدي ضعيف قوي بالكوره، يعني هو الكوره في رجله، هو لعيب امكانياته ضعيفه قوي. وتريزيجيه انا يعني انا مش عارف، بس تريزيجيه من اللعيبه اللي باين عليها الكبر قوي يعني في البطوله دي. يعني من اللعيبه اللي باين عليها قوي ان هو كبر في السن. وعشان كده انا كنت بتكلم من الماتش اللي فات ان انا مش شايف ان تريزيجيه يبقى هو الجناح الشمال الاساسي بتاع منتخب مصر. محتاجين جناح شمال اصغر في السن، عنده حلول اكتر، بيجري اكتر، بيحاول اكتر على الجون. تريزيجيه ما بيخلقش فرص، تريزيجيه ما بيروحش على الجون، تريزيجيه واحد على واحد بيعدي مره من كل 3 4 5 محاولات. دي كانت مشكلتي الوحيده الصراحه مع المنتخب في الشوط الاول. فكره ان انت الناحيه الشمال لما بدات تلعب عليها شويه، يعني انت بدايه الماتش كنت بتلعب اكتر ناحيه زيزو وصلاح، وبتلعب في النص مع مرموش وكده، كان الاداء خطير وكنا بنروح بفرص اكتر. لما بدانا نعتمد اكتر على الناحيه الشمال دي في الخروج بالهجمه عامه، كان الوضع الصراحه مش احسن حاجه. يعني بان الفرق ما بين كواليتي اللعيبه ناحيه اليمين وكواليتي اللعيبه ناحيه الشمال. والحمد لله على وقت الجون. الحمد لله على وقت الجون. احنا ضيعنا كتير قوي، بس انا كنت خايف ان احنا نطلع من الشوط الاول ده 0-0. الجزاء طبعا ضربه جزاء، الراجل مدي صلاح مديله واحده بالقلم على عينه. يعني صلاح فضلت عينيه ورمه اصلا حتى وشوط ضربه الجزاء. صلاح هو داخل يشوط ضربه الجزاء، انا خايف قاعد اقول انت مش شايف؟ طب سيبها لمرموش. يعني كنت خايف. عينه كانت ورمه، كان باينه في الكاميرا. وطبعا بعد كده كلنا عارفين اللي حصل. طبعا كابتن محمد هاني خرجني عن شعوري. يعني كابتن محمد هاني خرجني عن شعوري لدرجه ان انا عملت فيديو في نص الماتش وهو شغال. انا ما كنتش قادر. يعني كابتن محمد هاني انا اصلا مش من اللعيبه الفيفوريت بالنسبه لي كابتن محمد هاني، وشايفه فعلا من اضعف الباكات اليمين جت في تاريخ الاهلي وتاريخ منتخب مصر. يعني ابسط حاجه هو المركز ده هو مستلمه من مين دايركت؟ مستلمه من احمد فتحي. بس محمد هاني لا، محمد هاني اللي عمله النهارده ده، ما يتسكتش عليه خالص. محمد هاني اللي عمله النهارده ده ما يتسكتش عليه خالص. محمد هاني اكستريم. محمد هاني يعني الفكره ان محمد هاني ملوش اخر. يعني انا مش عايز افور، بس انا كل ما بحس محمد هاني بيعمل لقطه كارثيه اللي هو المفروض يقعد بعدها ما يلعبش، الاقيه بيلعب عادي اساسي وبيطلع في الاعلام يقول انا ما بسمعش كلام حد، والجماهير دي انا ما بسمعش كلامها وبتاع. طب يا كابتن محمد ماشي ما تسمعش كلامنا، بس يعني حسن نفسك يعني. والاقيه برضو طلع في كل بطوله كبرى بكارثه تانية.
اصل هو ايه، محمد هاني بيلعب ماتشات كبيره، الجمله اللي بتقال محمد هاني بيلعب ماتشات كبيره، ماتشات كبيره ايه؟ هو محمد هاني عايش على ماتش بايرن ميونخ، عملوا على ديفيز بتاع بايرن ميونخ ده اللي هو من 2020، والماتش بتاع كاس العالم للانديه اللي جاب فيه جون بتاع الفرقه المكسيكيه تقريبا. بس هات لي بقى ماتشات كبيره بقى محمد هاني لعب فيها. محمد هاني مش اول مره يطرد مع منتخب مصر، ماتش الجزائر الودي، وانت لو دخلت شفت دلوقتي التدخل، هو فعلا تدخل واحد عنده 17 سنه. والنهارده الغلطتين بتوع الفاولين دول لعيب ناشئ. والفكره ان انا زهقت من الافيه ده، الافيه بتاع احنا عندنا لعيب ناشئ عنده 30 سنه، قلنا اول مره كان بيضحك، تاني مره كان بيضحك، بس دلوقتي خلاص ما بقاش بيضحك خالص. كفايه محمد هاني. انا مبسوط ان محمد هاني اتطرد، بعيدا عن الشوط الثاني انا مبسوط ان هو اتطرد لسبب واحد بس، ان انا مش هشوفه ماتش، واتمنى يا رب يا رب يا رب ما اشوفوش ماتشين كمان مثلا. يعني حسن يعني انت بتتخانق مع اللعيبه كلها يا راجل، ده انت بتتخانق مع مصطفى محمد، وبتتخانق مع احمد حجازي، ومتخانق مع اللعيبه دي كلها، ما بتتخانقش مع محمد هاني ليه؟ تتخانق مع محمد هاني، شوف اي حاجه الواد عملها وتخانق معاه وريحه كده ماتشين كده على جنبك كده. النهارده اللي محمد هاني عمله ده هي كارثه. الفكره ان انت دلوقتي بتتكلم على لعيب، هو يا جماعه في ترتيب الكباتن بتوع منتخب مصر، محمد هاني دلوقتي في ترتيب الكباتن بتوع منتخب مصر. محمد هاني في ماتش نيجيريا اللي قبل ما نسافر على طول كان هو كابتن منتخب مصر. جبنا جون وخلاص، فاضل كام دقيقه ونخرج من الشوط الاول مرتاحين ونبقى عملنا اللي عايزينه كله في الشوط ده، وننزل الشوط الثاني بنلعب احنا بمزاجنا، بانين 1-0 واحنا اللي هنهدي الريتم، وهم اللي داخلين مضغوطين ومتوترين ومستعجلين عشان هم اللي خسرانين 1-0 باداء وحش. تقوم انت ايه اللي انت عامله ده؟ كارت اصفر مجاني كده، كارت اصفر مجاني. الفكره ان انت معاك كارت اصفر قبلها، يعني ده مش كارت احمر مباشر مثلا فغلطه تهوريه، انت بتلعب وانت معاك انذار، وانت عارف انك معاك انذار، وفاضل 3 دقايق والشوط يخلص. ما فكرتش ان انت تقعد كده مع نفسك كده شويه وتكمل الشوط ده في كوره اصلا ولا ليها اي لازمه ان انت تدخل عليه الدخله دي؟ انت على موضوع محمد هاني ده كتير، عشان هو الموضوع ده ما ينفعش يتسكت عليه. يعني احنا ما ينفعش ان احنا تبقى دي لقطه هتترمي كده على جنب ونلاقي ان احنا في دور ال 16 محمد هاني اساسي، ونكمل بقى كوارث محمد هاني بقى كل شويه يطلع لنا بكارثه. اللي عمله محمد هاني ده كان ممكن يضيع مجهود الفرقه كلها وموجود تحضيرات حسام حسن واللعيبه كلها في الملعب. انت دخلت الشوط الثاني بدل ما انت المفروض تبقى داخل مرتاح، انت داخل مرعوب. احنا شفنا الشوط الثاني ده يا جماعه من اول دقيقه فيلم رعب، ضغط رهيب. كده انا عجبني بصراحه الطريقه اللي حسام حسن غير بيها طريقه اللعب، ان هو بدا رجع ورا وتحفظ دفاعيا، وبدا ان هو هيلعب على محمد صلاح هو اللي هيبقى مهاجم. فمن الاخر محمد صلاح يبقى هو محطه او شخص هينزل يستلم الكوره يلاعب بقى اللعيبه، يعني يبدا ان هو يستلم الكوره ويلاعب سواء زيزو او تريزيجيه. دي حاجه الصراحه عجبتني، لان محمد صلاح ما بقاش اللعيب اللي ترمي له الكوره في المساحات عشان يجري، بالعكس صلاح بقى اللعيب اللي تدي له الكوره وتجري انت في المساحه فهو يلعب لك. محمد صلاح بقى كلنا شايفين ان هو كبر وبتاع، بس لسه احنا عارفين نستغله وعارفين نخرج بمميزات محمد صلاح دلوقتي. ولكن الحاجه بقى اللي عصبتني وضايقتني جدا 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 ان اللي خرج كان مرموش مش تريزيجيه. حاجه عصبتني جدا جدا. اولا الاسباب كتير قوي 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 قوي، خلينا نتكلم واحده واحده. اولا لان انا وجهه نظري بصراحه عمر مرموش بالكواليتي بتاعت عمر مرموش ما ينفعش يخرج من الملعب مع منتخب مصر. يعني هما 2 لعيبه ما ينفعش يخرجوا من الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش. انا مش شايف ان عمر مرموش يعني الكواليتي بتاعته دي ينفع تقعد على الدكه مع منتخب مصر. مفيش لعيب في منتخب مصر ينفع يلعب مكان عمر مرموش، ولا حتى في الظرف الطارئ اللي احنا بنتكلم فيه ده ان واحد اتطرد وانت عايز تبدل. عمر مرموش ما ينفعش يخرج من الملعب، عشان عمر مرموش كل مره بيستلم الكوره انت ما تعرفش هو ممكن يعمل بيها ايه. يعني عمر مرموش اصلا انا ضد فكره ان هو يخرج من الملعب ده. ثانيا ان انت كان عندك مساحات كنت ممكن تستغلها كويس قوي في الشوط الثاني في دفاع جنوب افريقيا، فعلا كان في مساحات. وغير ان انت اصلا صلاح اصلا بقى في اخر كام سنه بيلعب الحته دي حلوه قوي، ان هو يبقى البروفايدر للعيب اللي بيعرف يجري في المساحات، وعملها النهارده حلو، وكان بيستلم الكوره وبيهدى عليها وبيستنى حد يفتح له. طبعا تريزيجيه، كابتن محمود حسن تريزيجيه في الشوط الثاني ما كانش ينفع هو اللعيب اللي انت بتستناه يجري في المساحه وصلاح يلعب له تروهات والكلام ده خالص خالص خالص. يمكن انا حاسس انه كانت وجهه نظر كابتن حسام حسن ان هو يطلع مرموش ويسيب تريزيجيه في الملعب، ان مرموش مش هيدافع زي ما تريزيجيه بيدافع. تريزيجيه كبر فعلا وباين عليه قوي ان هو مش فت زي زمان، وما بقاش جراي وبيروح وبيرجع زي زمان مثلا بطولات افريقيا اللي فاتت. تريزيجيه على الدقيقه 70 تقريبا ما كانش قادر يجري عشان اصلا يدافع، وكان بيسيب محمد حمدي ساعات لوحده. انا فعلا متعصب قوي لان انا كان نفسي اشوف الفكره دي، كان نفسي اشوف في المساحات بتاعت جنوب افريقيا دي محمد صلاح بيستلم الكوره وبيجري فيها عمر مرموش. يعني انت عندك لعيب بالكواليتي العاليه دي قوي، وكمان دي الحاجات دي المواقف اللي عمر مرموش بيحب يلعب فيها. عمر مرموش بيحب المساحات جدا. فالشوط الثاني كان انا وكان وجهه نظري ان احنا كنا ممكن نقدر نجيب جون، ورغم ان
ان زيزو النهارده بصراحه يعني اداؤه ما كانش احسن حاجه بالذات في الشوط الثاني يعني، الا ان انا برضو عجبني البدايه بزيزو، لان البدايه بزيزو نشطت صلاح من الشوط الاول على طول. يعني شفنا صلاح من اول الملعب وهو الكره بتروح له كتير. وجود زيزو في الملعب بيخلي دور صلاح اهم بكتير، لان زيزو بيبدا ان هو يشغل الناحيه اليمين دي ويلعبها. حتى لو اداء زيزو في البطوله دي لحد دلوقتي بصراحه هو مش كويس من الاخر. يعني فكره ان انت قررت تلعب الشوط الثاني ده على الكونتر اتاكس، يعني انت دلوقتي واحد مزنوق ورا وبتخرج على الكونتر اتاكس، وانت خط هجومك الاثنين سواء صلاح او تريزيجيه معديين ال 30 سنه. حتى فكره ان انت نزلت باك يمين هو امام عاشور برضو عشان يبقى ليه زياده هجوميه سواء هو او زيزو، لكن برضو امام عاشور مش فت خالص يا جماعه. امام عاشور مش قادر يجري. انا كنت شايف ان ابراهيم عادل كان هو اللي ممكن ينزل، عشان ابراهيم بقى عادل برضو اصغر من تريزيجيه بكتير وعنده حته الانطلاقات دي لان تريزيجيه ما بقاش قادر يستغل المساحات زي زمان بسبب سنه طبعا. تريزيجيه ما بيعرفش يعدي واحد على واحد، تريزيجيه مش افكتيف على الجون، ده من زمان بقى. يعني هو زمان كان بيستغل المساحات، دلوقتي عشان كبر مش قادر. لكن تريزيجيه على الجون مش افكتيف خالص. وانت في لعبه الكونتر اتاكس بتبقى عايز واحد اللي هو الجون بيجي في ثانيه، عايز واحد بيروح واحد على واحد، بيعرف يعدي واحد على واحد وبيعرف يحط جون. شايف الصراحه دي كانت بتاعه مرموش او بتاعه ابراهيم عادل. بكره فكره ان انا اقعد بفرقتي تدافع طول ال 45 دقيقه التانيين، يعني انا بكره كده جدا. انا بكره فكره ان انا فرقتي كلها تبقى ورا، لا انا دايما عامل حساب ان انا مقفل ورا كويس، بس لسه بلعب على حته ان انا ممكن اجيب جون تاني. انا بكره فكره ان انا اقعد ورا دي. احنا لو كنا لبسنا جون كنا زعلنا قوي، كنا زعلنا قوي، بالذات الكره بتاعت ياسر ابراهيم دي لو كانت اتحسبت ضربه جزاء مثلا خلت وكنا اتعادلنا، احنا كنا هنزعل قوي. يعني كنت شايف صراحه ان كان فيها جون تاني بسبب المساحات اللي كانوا بيسيبوها لعيبه جنوب افريقيا ورا، غير ان هو لعيبه جنوب افريقيا واحد على واحد بيتعدى منهم. يعني اللعيبه كمان بيتلعب في ظهرهم كور من اول الماتش، بيتلعب في ظهرهم كور كتير قوي من اول الماتش وكانت بتعدي. يعني كان فيها ان احنا نستغل المساحات دي ونجيب جون تاني بكونتر اتاك يقتل بقى الماتش خالص، بدل ما نقعد للدقيقه 100 في الماتش ما كانش بيخلص ده، نقعد في الدقيقه 100 قاعدين مرعوبين. انا بالنسبه لي اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه دي من اول الكره بتاعت ياسر ابراهيم ده رعب، ده فيلم رعب. اعتذار 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 واجب لابويا، ابويا وصديقي وزميلي اللاعب حمدي فتحي. على راسي يا ابويا اللي انت عملته النهارده ده والله. حمدي فتحي النهارده قدم ماتش بقى من الماتشات اللي بيفكرك بحمدي فتحي فعلا، ليه لعيب بيخرجش بقى من الملعب فعلا. بقى لي سنين ناسي بقى اهميه دور حمدي فتحي في الملعب. انا الماتش اللي فات قلت انا ما بقتش عارف حمدي فتحي موجود في الملعب ليه. انا بعتذر، بس انت النهارده فكرتني انت ليه موجود دايما في الملعب. حته ان حمدي فتحي يرجع يلعب ما بين الاثنين المدافعين ويبقى هو ثالث، فكره الليبرو دي احسن واحد حمدي فتحي بيعملها في الجيل ده بدون منازع. ده عايز اقول حاجه برضه، انت كده عرفت استخدام حمدي فتحي بيبقى في انهي ماتشات وفي انهي دور. هو في الماتشات دي بيأدي حلو قوي، ولكن الفكره ان انت لما بتبقى بتلعب بقى في ماتش وانت عايز تهاجم ونص ملعبك يمسك كوره ويروح على الجون، انا مش شايف ان حمدي فتحي احسن اوبشن ليك ساعتها الماتش اللي فات. عشان كده حمدي فتحي الناس هاجمته قوي. حمدي فتحي بتاع الماتشات اللي انت عايز فيها خط نص بتاعك بياخد ريسكات وبيروح على الجون وبيطلع قدام بالكوره، حمدي فتحي مش بتاع الماتشات دي. هو حمدي فتحي بتاع الماتشات اللي زي ما شفناها النهارده كده. مين بقى اللعيب اللي انا اقدر اعتمد عليه في المرتين دول او في ستايل الماتشين دول؟ مروان عطيه. شفنا مروان عطيه النهارده بيخرج بالكوره ازاي، مروان عطيه النهارده بينقي الكوره ازاي، رجله تحفه. مروان عطيه النهارده عمل ماتش حلو قوي حلو قوي، وشاط كوره في اخر الماتش كانت حلوه. الحمد لله محمد الشناوي النهارده بيكسفنا كلنا كلنا كلنا، الحمد لله الحمد لله. اتمنى محمد الشناوي يكمل البطوله كده. النهارده محمد الشناوي كان كويس، كان مركز، كان باين ان هو جاهز من اول ماتش. حته البرود في ماده الايد دي ما شفناهاش النهارده، لدرجه ان انا كان عندي بنسبه مثلا 25% امل ان ضربه الجزاء بتاعت ياسر ابراهيم دي لو كانت اتحسبت كنت حاسس ان الشناوي ممكن يشيلها من كتر ما هو كان مركز في الماتش وباين ان هو جاهز. فكره حلوه ان انت لعيب كبير عندك زي الشناوي يشوف الانتقادات اللي عليه والناس كلها بتتكلم ان هو ما ينفعش يبدا البطوله، ما ينفعش يبدا ماتش جنوب افريقيا، ويحول ده كله لتركيز في الملعب وجزازان وحماس ان هو يوريك ان هو لا انا استاهل العب في المكان ده. ان لعيبه تانية تاخد الانتقادات بالشكل ده، لعيبه زي كابتن محمد هاني. بدات احب منتخب كابتن حسام حسن. فعلا حسام حسن النهارده عمل ماتش حلو، ما ينفعش حد يتكلم ويقلل من دور الراجل ده. الراجل بدا الماتش حلو قوي قوي قوي، وما كناش هنبقى بنتكلم على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده لو هو كان بدا الماتش غلط. الف مبروك لمنتخبنا. الماتش الجاي احنا هنلعب انجولا، حاسس ان ممكن نجرب لعيبه كتير. ماتش كويس ان انت الماتش ده هتلعبه وانت كده كده ما عندكش اي خوف، فممكن احمد عيد لما يلعب ان شاء الله ما يبقاش متوتر او كده. برضو مش عايز اعلي الاكسبكتيشنز بتاعتي قوي واقول ان احنا مرشحين للبطوله. انا وجهه نظري ان احنا لسه برضو مش المرشح للبطوله دي، بس منتخب مصر اللي شفناه النهارده ده يقدر ياخد بطوله كاس افريقيا. شكرا لجميع الناس ما عدا الكابتن محمد هاني.